بعد ما ترجع ايوان البيت بتلاقي في وشها ميسو بعد 5 سنين غياب، فحضنوا بعض حضن كان بيعبر عن كل اللي مروا بيه وكل واحدة بعيدة عن التانية، وقضوا وقت لطيف زي زمان واتعشوا سوا. وجابت ميسو هدية لعيلة ايوان، ولما سألتها ايوان قال لها امال فين هديتي؟ قالت لها انا اعظم هدية ليكي يا حياتي، وكان هين عليها تقول لها لا انا عايزة هدية من اللي هناك دي. المهم بعد كده اتفسحوا فسح كتير وخرجوا واتبسطوا ورجعوا ايام زمان، بس مش كل حاجة بتفضل على حالها ولا ايه؟ المهم بتروح ميسو عشان تحجز اوضه يباتوا فيها، فايوان بتستحقرها وبتقول لها لا المكان مش حلو، مش هقعد هنا، تعالي نروح فندق. ولان ميسو اتمرمطت يا حبه عيني فما كانتش شايفه فيه حاجه، بس مشيت ورا صاحبتها وراحوا فندق، وايوان هي اللي دفعت. وطلعوا الاوضه وميسو طلعت حاجه من شنطتها، فايوان شافت سلسله الواد لسه مع ميسو فاتضايقت وحست بحاجه غريبه. وبعدها نزلوا المطعم بس كان غالي قوي، فميسو اعترضت يعني احنا ناس على الحديده، ما نعيش عيشه اهلنا يا بنتي وناكل على عربيه سوشي. بس ايوان قالت لها لا هو احنا بنشوف بعض كل يوم، تعالي تعالي. وميسو حست انها اتفسحت سفلقه على قفا ايوان.